فيلمنا النهاردة هو فيلم الرعب ديد سايلنس. بيبتدي الفيلم بجيمي وهو مع مراته في شقتهم. جيمي بيكون صلح السباكة، بيرن جرس الباب. بيفتح جيمي ومش بيلاقي حد، لكن بيلاقي طرد كبير على الأرض مش مكتوب عليه حاجة. وبياخد جيمي الطرد وبيفتحه، بيلاقي صندوق كبير جواه دمية على شكل راجل لابس بدلة. وبتقول له مراته إن الدمية دي بتفكرها بقصة قديمة عن ماري شو اللي ما كانش عندها عيال وكانت بتربي دمى بس. وبتروح ليزا في السرير وبتنيم الدمية خدة، وبتسمع صوت تزييق وبتلاقي الدمية بتبص لها. وبعدين بتقف ليزا قدام المراية، بتتخيل شكل بطنها وهي حامل. وبتخطي الدمية وبتخرج لما بتسمع صوت المزيكا بيعلى، وتفكر ان الصوت صوت جوزها، لكن بتلاقي الوقت لسه بدري وان جيمي لسه ما جاش من بره. وبتسمع ضحك كتير، ولما بتقرب من الدمية وبتشيل الغطا بتزقها وبتقع جامد وبترجع دم وبتتسحب وهي بتصرخ. وبيرجع جيمي جوزها، اول ما بيدخل بيلاقي الارض كلها دم وصوت مراته ليزا وهي بتضحك وبيفكرها بتعمل فيه مقلب. وبيشيل الغطا بالراحة بس بيلاقي ليزا مقتولة. وبتيجي الشرطة عشان تحقق في الموضوع، وبيحققوا مع جيمي، وبيكون هو المتهم الوحيد في الجريمة لأن مفيش ولا حد دخل ولا خرج، ولا في شباك ولا باب مكسور في الشقة، وإن النيابة بتحتاج أدلة ملموسة عشان تثبت براءته. وبيعرف جيمي المحقق إن جاله طرد مجهول فيه دمية وممكن يكون له علاقة بالجريمة، وإن في أسطورة زمان كانت بتقول إن الدمية بتتكلم فالوحش كل اللي حواليها. لكن المحقق بيقوله ان كل اللي بيقوله جيمي دوت مش منطقي، وانه هيطلق سراحه بس لحد ما يجمع الادله. وبيروح جيمي البيت وبيحاول يدور على سبب موت ليزا مراته، وبيشيل الغلاف من على الطرد كان في اللعبه، وبيلاقي اسم ماري شو اللي قالت له عليه ليزا قبل ما تموت، واسم الدميه بيلي. وبيروح جيمي البيت ابوه، بتفتح له مرات ابوه وبيفكروا عشان يفكروا بالغنوه اللي كان بتغنيها له امه زمان، وهي خاف من نظره ماري شو. ما عندهاش اطفال بس عندها دميه، لو شفتها في حلمك اتاكد انك ما تصرخش. وبتقول له مرات ابوه انها كانت حدوته بس عشان يخوفوا بيها العيال عشان يسمعوا الكلام، وبيكون متاكد ان لها علاقه بموت مراته. فبيعرفوا ابوه انها خرافه، وبيسيبهم جيمي وبيمشي. وبيروح جيمي يقعد في الفندق، وبالليل بيبدا يتخيل جيمي ان اللعبه بيلي موجوده معاه في الاوضه، واول ما بايده النور مش بيلاقي حاجه حواليه. وبعد ما دفن جيمي مراته وهو في العزا، بيلاقي ست بتساله لو قتل مراته، وبتغني له اغنيه ماري شو. وبيجي جوزها ياخدها ويمشي، وبيروح جيمي للمكان اللي كانت بتبص له الست دي، وبيلاقي قبر ماري شو. وبيروح البيت يجيب الدمية اللي كانت بتبص له طول الطريق، وبيحط الدمية في صندوق وبيدفنه. وبيروح عشان يركب عربيته، لكن فجأة بيلاقي الدمية في وشه. وبيروح البيت وبيجيله محقق وبيسأله مين دفن الدمية، لكن جيمي حاسس ان الدمية دي هي اللي السبب في موت مراته، فبيقول له انا اللي دفنتها. والمحقق يفتكر ان جيمي مجنون وقال له ان هياخد الدمية معاه، ولكن جيمي بيستنى لما المحقق بيخرج من بيته وبيروح ياخد الدمية من عنده، وبيروح بيها عند الست اللي قابلته في العزا عشان يسألها عن الدمية، لكنها بتبدأ تهرتل بالكلام. وبيطلع جوزها هنري وبيقول له انه مش المفروض اللعبة دي تكون معاه، وبيقعد معاه وبيحكي قصة ماري شو اللي هي من زمان في القرية بتاعته عملوا مسرح كبير على البحيرة، وكان أهم عرض فيه هو عرض ماري شو اللي بتشاور عليه وبتكون الدمية تحته. وبيطلع المسرح ويديلها الدمية اللي بتبدأ تتكلم من بطنها، وفي ولد بيقوله إن شايف شفايفها بتتحرك، لكن ماري مش بترد على الولد، والناس بتسقف على العرض. بتبص ماري على الولد وبتقوله مين الدمية دلوقتي. وبعد أسابيع بيختفي الولد، وبعدها بشوية اتقتلت ماري شو. وعشان أبوه كان مسؤول عن دفن الناس، جات له وصية بتاعتها وان لازم الدمى كلها تندفن معاها، وبتعتبرهم اولادها 101 زي ما بتقول. والمشكلة الاكبر انها كانت عايزة تتحول لدمية، ولقاها بتتحرك قدامه وكتب صرخته. وبعدها عرف ان في ناس كتيرة بتموت بنفس الطريقة بتاعتها. وبعدها قرر جيمي انه يروح المسرح بتاعها اللي على البحيرة، وبيلاقي خبر اختفاء الولد اللي بيكون اسمه مايكل أشين. وبيلاقي في المسرح حاجات غريبة بتحصل، وبيهرب من مكان. وبيروح هنري بيلاقي مراته بيتكلم الدمية، فبياخد الدمية عشان يدفنها، لكنه بيسمع صوت مراته وهي مستخبية بتعيط، فبيخبط عليها وبيحاول يدخل لها. وفجأة بيلاقي ماري شو في وشه وبتاكل لسانه عشان صرخ. وبيروح جيمي لأبوه تاني وبيسأله ايه علاقة ماري شو بينا وبعيلتنا، فبيحكي له القصة، وإن بعد ما اختفى عمه مايكل كان المشتبه الوحيد هي ماري شو، وحققوا العدل فيها إنهم قطعوا لسانها. وبعد ما ماتت انتقمت من كل اللي ليه صلة بالموضوع، وأطفالهم وأطفال أطفالهم. ده أبوه قال له إنه قطعوا كل السنين دي عشان يبعدوا عنها، وإن هو هيوقف اللعنة دهيت بعد كده. وبعد كده بيخرج جيمي من عند أبوه وبيخبط في المحقق، وبيقول له إن 101 دمية خرجوا من قبورهم،
وبيقرر انه يقبض عليه، لكن بتجيله مكالمة وبيكون من هنري بيقوله ان دليل براءته هيلاقيه عند المسرح وان يقابله هناك، وهو هيديله الدليل ده. وبيعرف المحقق اللي بيقوله انه هيجي معاه، لكن جيمي بيزقه وبيجري على عربيته، وبيوصل جيمي المسرح وبيسمع صوت هنري في كل حتة، وبيلحقوا المحقق وبيلاقي الدمى كلها في الدولاب بتاعها. اكيد في حد رجعهم ما عدا بيلي مش موجود، وبيلاقي جثة مايكل بتتحرك الدمى وبتبص لهم، بيلاقوا دمية شبه المهرج بتكلمهم وبيكلمها وبتقوله انها ماري شو وانها هتخرس كل اللي خرسوها. ولما بيسألها اشمعنى ليزا بتقوله قرب وانا اقولك. ولما بيقرب بتعرفه ان اخر نسل عيلة اشين كان في بطنها، وبتخرج ماري شو تخوفهم. وبيقول جيمي للمحقق ما تصرخش، وبيقول له انا مش مصدق الكلام ده هوت، وبيضرب عليها نار وبتبدأ الدمى تتحول واحدة لواحدة. وبيعرف بعدها انها عايشة جوه الدمى كلها، وبيروح يولع فيهم وهم بيهربوا انها وهي بتحاول تقتلهم. وبتقتل المحقق وبيقع جيمي في البحيرة. وبيروح جيمي البيت هنري عشان يتخلص من بيت، وبيسأل مراته عن الدمية بيلي وتقوله ان في حد جه خدها، وبيكون شاكك في ابوه. فبيروح بيت ابوه بيلاقيها عنده وبياخدها وبيحرقها، وتبدأ ماري شو تتعذب. وبيروح يشوف ابوه وبيلاقيه دمية، وانها كانت بتتحكم فيه، وان اللي كانت بتتكلم بداله هي مرات ابوه اللي هي شبح ماري شو. وبعدها بتقتله، وبيتحول مصيره لمصير اي حد بيصرخ في وش ماري شو اللي ما عندهاش اطفال ولكن عندها دمى بس. ولو شفتها في حلمك اتأكد انك ما تصرخش.